عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين واحوال طيبه. اليوم باش نشارك معكم واحد السلطه. المهم غادي ندخل مباشره حيت الوقت راه كيجري. عندي هنايا انا في هذا الكسكاس راني مفوره. كاين زروديه وكاين القطع ديال البطاطا وكاين شويه ديال الجبن، واحد شويه ديال شي معالق هكا صغار وصافي كبار. انايا سلقتهم فورتهم كما قلت لكم. راني حطيت كلشي مباشره، ما درتش شي حاجه. هانتوما عندي هاد الخضره هنايا، عندي هنايا مطيشه وسلطه ورق. هاد السلطه نقطعها رقيقه. هنايا عندي هذا الذره راني غسلتها. عندي هنايا هاد الطون غادي نخليه بالزيت ديالو. هذاك الجبن والبطاطا اللي فورتهم، الزروديه. هنا عندي الرز انا راني سالقاه ومقطر. المهم داكشي ديال فيسا ماشي ديال الزربه فيسا تاع الزربه. انا غادي نخلطهم ونرجع معكم باش ما يجيش الفيديو طويل. يلا نخلطوهم مجموعين حيت الفيديو اصلا راه قصير. سلطه عاديه ديال الدراوش وصافي. انا راه غير داك الزيت ديال الطون اللي فيها، ما غاديش ندير لها دابا الحوايج ديالها حتى نبغي نحطها حتى يقرب يودن. المهم راه ما بقاش بزاف، ما بغيتش ندير لها الملحه وداك الشيء باش ما تحرقش ديك السلطه، باش ما تكحالش. اي حاجه بغيتو ديروها ماشي ضروري حتى تكون، يعني ماشي ضروري حتى تكون عندنا الحوايج ديال السلطه عاد نديروها. انا هذا هو الفطور ديالي. اختكم ما غادي ناكل لا حريره لا حتى شي حاجه من غير هاد السلطه. هنا راني خلطتها، غادي نديرها في الطبسي ديال اللي غادي نحط فيه. البنات هنايا راني خلطتها مزيان وغادي نحطها. راني كما قلت لكم اكتفيت غير بداك الزيت ديال الطون، ما درتش. اللي بغى يصفيه ويدير الزيت عاديه يدير. الذره راه مالح كلشي، يعني فيه الملح، الحوايج مسلوقين في الملح، الرز فيه الملح. انا راني دايره بزاف حيت كما قلت لكم هذا هو الماكله ديالي. بياكلوا معايا ولكن اكثريه انا غادي نزيد عليها شويه ديال المايونيز. غادي نزيد لها شويه ديال المايونيز، ما غاديش نزيد معاه حتى شي حاجه حيت فيه كلش حتى هو، يعني ساهله وبسيطه. واقفين في الكوزينه نديروا داكشي، وفي العشيه كنخدموهم، كنسلقوا ونقصوا ونحطوه في الثلاجه في البواطات. العشيه غير نخلطوها فاش كيقرب المغرب، غير نخلطوها وصافي. هذه هي الوصفه ديالنا اليوم. نتمنى تعجبكم وتقبلوا على اختكم. وبسلامه عليكم مع وصفه اخرى جديده ان شاء الله. وبصحه الفطور ديالكم، وبسلامه عليكم اخواتي واخواتاتي.